من مجلس الثوره، عضو مجلس امناء الثوره. اهلا وسهلا استاذ محمد، اتفضل. اهلا بحضرتك يا دكتوره هاله، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. طبعا برحب بالساده الضيوف المحترمين اللي مع حضرتك. ايوه. انا بس يعني حابب اتكلم في كام حاجه. يعني انا يعني شايف ان بدايه الازمه اللي احنا دخلنا فيها ان فكره التخوين اللي خرجت علينا من بعد الخروج من الميدان من الايام الاولى لاندلاع الثوره كلها كانت خارجه من اتجاه جماعه الاخوان. عشان نكون صراحه مع بعض، فكره اللجان التنسيقيه اللي اتعملت في كل المحافظات في مصر عشان يقروا فكر الشباب ويبتدوا يتعاملوا معاهم، وكان الناس كلها متعاونه، ثم يبتدوا يقودوا يعني مسلسل التخوين بين الشاب دوت والشاب دوت والحركه الفلانيه والكيان الفلاني. فدي مثلت ازمه. يعني مش هننكر ان احنا وقعنا في الفخ دوت، مفيش اي مشكله، بس انا حابب ان انا ااكد على كلامي ده بحاجه ثانيه. هو هل يرى الدكتور جمال نصار ان سياده النائب ابو العز الحريري مخطئ حين طعن اجرائيا على المهندس خيرت الشاطر في ترشيحه وهو يعتبر منافس ليه؟ يعني ان كان من باب المنافسه ان احنا نتقبل ان هو يطعن عليه اجرائيا، هل يرى ان دي سقطه؟ ولا أنا أرى أنها سقطة. أنت طعنت على مين؟ لا، هو بيقول إنه الذي فعله الأستاذ أبو العز، أنا بعتبر أن هذه سقطة للأستاذ أبو العز. وأنا بعتبر أنها خدمة للوطن وللإخوان. جيد. طيب أنا أستأذن حضراتكم، يعني هل حضرتك يعني تعتبر أن هذه سقطة، ولا تعتبر أن ما فعلته في انتخابات مجلس الشعب والشورى من أن حضراتكم أدركتم بعض المرشحين المحترمين الأفاضل في أحزاب إسلامية أيضا بمعلومات مغلوطة من خلال حضراتكم أن تدرجوهم في قوائم امسك فلول، أو أن تسيسوهم للشباب اللي كانوا نازلين يراقبوا الانتخابات عشان تسقطوهم من الانتخابات وتوسعوا الطريق شوية قدام حضراتكم؟ وممكن أقول لحضرتك يعني وقع بالفعل، حصلت معايا، والمرشح اللي حضراتكم هاجمتوه كان على قائم حزب النور وقلت ان هو من الفلول. فيعني انا مش حابب اخش شويه في تفاصيل، بس انا شايف ان حضراتكم يعني بتحطوا السقطات بما يتفق سياسيا معاكم او لا. حاجه ثانيه انا عايزه يعني ارد على حضرتك فيها، لما حضرتك كنت بتسال هل ترى ان الاغلبيه البرلمانيه هي اللي صنعت الازمات الموجوده في مصر؟ بالفعل هي الاغلبيه البرلمانيه هي اللي عملت كل دوت، لان الاغلبيه البرلمانيه انا اعتقد انها الاغلبيه الصامته، الاغلبيه البرلمانيه اللي ما بترفعش ايديها الا بقرار واخدينه قبل ما يدخلوا المجلس. يعني انا لا ارى يعني في اي وجه اختلاف عن الاغلبيه السابقه والاغلبيه الحاليه. هو واحد داخل البرلمان اللي بيشاور او بيحرك صباعه برفع الايادي او سقوط الايادي، ودي سقطه في برلمان يدعي انه برلمان الثوره. حاجه ثانيه انا عايز اقول لحضرتك عليها، يمكن حضرتك تكون متابع، يمكن دكتوره هاله تفتكر معايا شويه. لما الشباب يدخلوا البرنامج يعملوا حلقه، تبص تلاقي الهجوم شغال عليهم. ايه ده؟ انتوا بتتكلموا ازاي؟ ده في ناس فاهمه سياسه بقى لها 80 سنه. ماشي، احنا اول سنه سياسه وما بننكرش دوت، بس انا عايز اكد على حاجه مهمه. هو هل حضراتكم اللجان الالكترونيه اللي قاعده متابعانا ليل ونهار على صفحات الفيسبوك وعلى كل الكلام اللي احنا بنكتبه ويقعدوا يهاجمونا ويشوطوا فينا، هل هم برضو بيبقوا مبلغين ان حضراتكم على البرنامج عشان يبتدوا يهاجموا الناس ويقولوا سكتوا ده شويه واعمل ده شويه؟ دكتور جمال حضرتك اتكلمت على اكتر من الساده النواب اتكلموا، وحضرتك كل شويه تقول لهم الكلام ده مش صح. هل حضرتك تحتكر الصح اللي من وجهه نظر حضرتك؟ انا شايف ان دوت مش ما يكونش ديمقراطي، يكون منطقي واحنا بنقول الراي العام. محمد نبوي، انا اقصد يا اخي الكريم انه الحديث في الجزئيه التي يتحدث فيها النائب الكريم في هذه الجزئيه، ولا ادعي انني امتلك الحقيقه او انه على خطا مطلق. انا اتحدث فيما هو يقوله في النقطه المحدده التي يتحدث فيها فقط. يعني طيب انا مش عايز اخد من وقت حضراتكم كتير، يعني انا عارف سياده النائب محمد ابو حامد عنده يعني ارتباط تاني، بس انا عايز اذكر سياده النائب محمد ابو حامد. انت معاه في الحزب ولا ايه؟ من لقاء معين هو حضره معايا. سياده النائب لو حضرتك تتذكر ان في لجنه تقصي الحقائق اللي عقدت في مجلس الشعب في احداث وزاره الداخليه، لما انتقلنا لارض الشارع وحضرتك مشكورا والدكتور عمرو حمزاوي والساده النواب منعوا الاعلام ان هو يدخل يصور واحنا داخلين في محيط وزاره الداخليه، ومجرد ما طلعنا نقابل وزير الداخليه وجات الكاميرات تصور واحنا منعنا التصوير في الوقت دوت. ويمكن شويه كانوا متزمدين بعض النواب، مش لازم نوضح انتماءاتهم الحزبيه. انا عايز اذكر حضرتك لما انا جيت اتكلمت وقتها وانتقدت
اداء وزير الداخليه وفكره تعامله مع الناس، انه بيتعامل مع الموضوع اداريا رغم ان كان في ناس بتتصاب وناس بتموت. تمام. اعتقد ان الكثير من الساده النواب الحضور كانوا موجودين كلهم، يعني كانوا مؤيدين جدا لكلامي، ولكن السقطه اللي انا احطها على حزب الحريه والعداله واحط عليها علامه تعجب كبيره قوي وقتها، ان يخرج نائب من الحريه والعداله ويقول لي كده بالحرف: انت ازاي تتجاوز في الكلام مع معالي الوزير؟ ده احنا اول مره نقابله، ايه يعني لما نيجي نقابله تاني وما يرضاش يقابلنا؟ فانا عايز اقول له يا سياده النائب، اذا كنت انت نائب عن الشعب ووزير من الوزاره يرفض ان هو يقابلك، انا اسف حضرتك تتفضل تقعد في البيت. تمام. يعني انا شايف ان احنا شويه يعني مش يعني مش بنحط الحاجات في وقتها. حضراتكم دعمتوا الوزاره اللي احنا رفضناها، والنهارده جايين تهاجموها بس عشان خاطر تحققوا طموح للمهندس خيرت الشاطر انه يقعد على كرسي رسمي. ان كان ما كانش كرسي رئيس الوزراء عايزين تقعدوا على كرسي رئيس الجمهوريه. عايزين تقعدوا على اي كرسي. هذا الكلام حقيقه كلامك غير علمي في الاخير. يعني انا استمعت لما قلته وانا اقدر ما تقوله، انما ما طرحته في الاخير انا بعتبر ان هو كلام مش واقعي بعد اذنك يعني. طيب شكرا.